يبدو أن الدولة الجزائرية بعد قرابة ديال 8 عقود من تأسيسها لا زالت غير قادرة على التخلص من مخلفات الحرب الباردة، وتستمر في التمسك بالإيمان بمبادئ جامدة في عالم متغير، وهو ما انعكس على طبيعة خطابها السياسي الذي يصر على تصور البلاد وكأنها حصن الثوار الذي يتآمر الجميع على إسقاطه. والدولة التي تؤدي ثمن التشبث بمواقفها ووقوفها إلى جانب المظلومين ولو على حساب الأخوة والأصدقاء، كما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون الذي خرج أمس السبت في مقابلة تلفزيونية أجرتها مع وسائل إعلام بلاده ليعيد تلحين الأنشودة السياسية نفسها التي دأب النظام الجزائري على ترديدها على مسامع العالم. كشف حسب محلل عن العقم السياسي الذي يميز خطاب النخبة السياسية والعسكرية في هذا البلد، والذي أريد له أن لا يخرج عن مثلث أضلاعه المغرب والصحراء والمؤامرات الخارجية. وفي محاولة لاستعادة المجد الدبلوماسي الغابر للجزائر وإعادة تنشيط عضلتها الدبلوماسية التي أصيبت بالتشنج في كل من مالي والنيجر وأوكرانيا، تحدث الرئيس الجزائري كما كان متوقعا عن قضية الصحراء المغربية التي قال عنها إنها قضية تصفية استعمار، ولو تم استعمال منطق العقل بدلا من منطق القوة لتم إيجاد الحل، زاعما في الوقت ذاته أنه لا يوجد قرار لجامعة الدول العربية على سيادة المغرب على الصحراء، وذلك رغم أن هذا التكتل العربي يعتمد خارطة المملكة كاملة، ويؤكد في كل بياناته التي تشارك الجزائر في صياغتها على مبدأ احترام سيادة الدولة ووحدة أراضيها، بل ويجاهر مسؤولو عدد من دوله بدعم لمغربية الصحراء في حضور ممثلي الدولة الجزائرية.